النهاردة هنعمل تشيز كيك ببدايل اقتصادية، وكمان هنعملها في صينية عادية للناس اللي مش متوفر عندهم صينية التشيز كيك. هنعملها بخطوات سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك 10 دقايق في المطبخ. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. هنبدأ أول حاجة بطبقة البسكوت. استخدمت 200 جرام من بسكوت الشاي. بدأت ان انا اطحنه في الكبة لحد ما يبقى ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نزلت عليهم ب 75 جرام من الزبدة او ما يعادل معلقتين كبار للناس اللي ما عندهمش ميزان. سيحت الزبدة في الميكروويف. انا مش عايزاها تبقى سخنة، ولكن عايزاها تبقى سايحة علشان احطها على البسكوت والبسكوت والزبدة يختلطوا مع بعض كويس. عشان اعرف ان انا وصلت للقوام المطلوب همسك البسكوت وهدوس عليه بايديا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو ما تفكش مني وفضل محافظ على شكله يبقى هو كده تمام، وده القوام اللي انا عايزاه. هنزل بقى بالبسكوت في الصينية، وزي ما قلت لكم انا هعملها النهارده في صينية عادية، اي صينية متوفرة عندك سواء مربعة مدورة اي شكل انت تحبيه. حطيت بقى طبقة البسكوت في الصينية وبدأت ادوس عليها بهراسة البطاطس علشان اسويها واضغط طبقة البسكوت كويس. ممكن تعملي الخطوة دي بظهر الكوباية لو انت مش متوفر عندك هراسة البطاطس، او بايديكي او باي حاجة. المهم ان انت تسويها بالشكل اللي انت شايفاه ده. حطيت بقى طبقة البسكوت في الفريزر عشان تمسك نفسها، وهنروح نعمل الطبقة التانية. نزلت بكوباية من الكريم شانتيه، معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقة كبيرة من الباستري كريم لو متوفر عندك، لو مش متوفر خلاص مفيش مشكلة. نزلت كمان ب6 مثلثات من الجبنة النستو، والجبنة النستو هنا بديل للجبنة الكريمي. انا هنا حطيت كوباية من الحليب، ولكن انا عايزاكي تحطي نص كوباية الاول وتزودي النص التاني بالتدريج، علشان انا عايزة القوام بتاع الكريمة يبقى تقيل، مش عايزاه قوام خفيف. وطبعا كل نوع من الكريم شانتيه بيفرق في مقدار الحليب اللي بيتحط عليه، فاحنا هنحط نص كوباية الاول وهننزل بالنص التاني بالتدريج. ضربتهم بقى بالمضرب الكهربائي لحد ما يوصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. كنت بقطع منجاية وبدأت ان انا انزل في الكريمة بقطع المانجا، لان انا هعمل التشيز كيك بتاعتي بالمانجا. لو انتي حابة ان انتي تغيري الطعم او تعملي بطعم تاني ممكن تزودي اي حاجة انتي حباها. انا كمان ما حطيتش سكر في الكريمة لان الكريم شانتيه اللي انا مستخدماه فيه سكر. لو انتي مستخدمة كريم شانتيه خام ما فيهوش سكر ممكن تزودي معلقة سكر كبيرة. جبت بقى الصينية بتاعتي اللي كنت سايباها في الفريزر ونزلت بالكريمة وبدأت ان انا اسويها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو حسيتي ان الموضوع صعب ومش راضية تتساوى معاكي بالسباتولا ممكن تحطي السباتولا في مية سخنة وتمشيها على الكريمة تلاقيها اتسوت معاكي بكل سهولة. دخلت بقى التشيز كيك تجمد في التلاجة علشان طبقة الكريمة تمسك كويس. سبتها في التلاجة حوالي 6 ساعات، يعني يستحسن كمان انتي تعمليها من بالليل وناكلها تاني يوم. بعد ما الكريمة جمدت كويس وتأكدت انها جمدت طلعتها وبدأت احط عليها بيوريه المانجا. واللي مش عارف بيوريه المانجا هي بتبقى مانجاية عصرتها بالهاند بلندر من غير ما احط مية ولا اي حاجة. لو ما عندكيش هاند بلندر وهتعمليها في الخلاط ممكن تحطي شوية مية صغيرين جدا يا دوبك بس تمشوا الخلاط معاكي، وكده بيوريه المانجا بتاعك يبقى جاهز. كمان مينفعش تحطي بيوريه المانجا على الكريمة من غير ما تتأكدي انها جمدت كويس علشان الطبقتين ما يدخلوش على بعض. حطيت بيوريه المانجا على طبقة الكريمة وسويته بالسباتولا بالشكل ده، ودخلتها التلاجة ساعة كمان عشان بيوريه المانجا يمسك معايا، ولما اجي اقطعها تطلع بشكل مظبوط. قطعتها بقى علشان اوريها لكم بالشكل ده، وزينتها ب2 كده من التوفي على شكل الفراولة علشان اكسر اللون. كانوا عندي في البيت فاستخدمتهم للتزيين. ممكن انت تزينيها بقطع من المانجا او اي فاكهة متوفرة عندك او اي حاجة بتحبيها، طبعا التزيين ده راجع لذوقك. وبكده التشيز كيك بتاعتنا بقت جاهزة. طريقتها سهلة وبسيطة، ما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها، ومنعشة ولذيذة جدا. واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.